خلوني على صبري، خلوني على جمري بصابر سنين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان جود العاشقين. منك يا عسل قاصر رشقة وجلي الخاطر يا قلب الحزين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان جود العاشقين. خلوني على صبري، خلوني على جبري بصابر سنين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان جود العاشقين. يا عسل قاصر رشقة وجلي الخاطر يا قلب الحزين. منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان جود العاشقين. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا اليوم من خلال البرنامج الأستاذ عصام القاضي رئيس قطاع مدينة البحوث. أهلا بسيادتك معنا يا فندم. وطبعا كل عام وسيادتكم بخير ورمضان كريم. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وكل عام ومصر كلها بخير وبسعادة وستر. كل عام والأزهر وكل مؤسسات الدولة الوطنية كلها بخير وبسلامة وستر وسعادة. رمضان كريم. الله أكرم. اليوم نتحدث عن مدينة البعوث الإسلامية، ودعنا نتحدث عما تقدمه لضيوف مصر من شتى بقاع الأرض. والله هو مدينة البعوث الإسلامية مدينة بتجمع حول جنباتها مجموعة من الطلاب من 120 دولة، لا يقل عن هذا العدد بل يزيد قليلا. يعني الطلاب دول موجودين معانا في هذه المدينة، متعايشين في ظل قيادة وتوجيه وترتيب من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف، وبدعم كامل من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني في متابعة جميع أحوالهم. يعني حضرتك لا تتخيلي مقدار المتابعة، بداية من استقدامهم ووصولهم. طبعا الاستقدام والتفاصيل الخاصة بالمنح المقدمة لهم تقدمها الدولة المصرية عن طريق وزارة الخارجية لجميع الطلاب على مستوى العالم الإسلامي والعالم بشكل عام. الطلاب يحظون باهتمام كبير جدا جدا في مدينة البعوث. مدينة البعوث بتضم أبنية كثيرة جدا، بتضم مطعم، بتضم أندية للياقة البدنية، بتضم مسجد كبير يعني تم ترميمه قبل رمضان بأيام وانتهى الترميم في بداية شهر رمضان. كل هذه الأمور بتدعم الطلاب وتحفزهم، بالإضافة إلى وجود استاد رياضي كامل، واستاد يعني ليس استاد ملاعب بسيطة أو صغيرة، هي ملاعب دولية. يوجد إدارة مستقلة اسمها رعاية الشباب. هذه الإدارة تخرج رحلات شبه يعني في الأسبوع مرتين أو ثلاثة. يعني أولادنا لسه راجعين من الغردقة ولسه راجعين من الأقصر وأسوان، ويعني في اهتمام كبير يعني جدا. في رحلات بتقام للطلبة للتعرف على الأماكن المختلفة والأماكن السياحية في مصر. طبعا طبعا انا والله عندي بعض الفيديوهات والحاجات الحفلات اللي عندنا، طلاب من كل دول العالم بيغنوا بيقولوا مصر هي امي. يعني ده شيء طيب جدا جدا. هذه المدينة يعتبر هي القوة الناعمة لمصر، لأن كل طالب يخرج من هنا بيأخذ انطباع عن هذا المكان ويذهب به إلى دول العالم شتى. هو سفير لنا في هذه الدول. تمتع بالدراسة في الأزهر والمعيشة في مدينة البعوث. تمتع بالمنهج الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى السماحة والتعايش. كل هذه الأمور يعني أنا ممكن أقول لحضرتك حاجة خطرت على بالي أكثر من مرة، يمكن أنا قلتها أكثر من مرة، إنه العدد من الدول دي بيتجمع في مكانين على مستوى العالم. بيتجمع في الكعبة، بتروح الكعبة تشوف كل الجنسيات، بيت الله الحرام، وبيتجمع في المدينة المنورة
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وها هو المكان الثالث الذين يجتمعون فيه الأزهر الشريف وخاصة مدينة البعوث. أنت تمرين في هذه الشوارع الموجودة في المدينة تجدين يعني راحة نفسية غير طبيعية. تجدين واحد من اليمن وآخر من الصومال وآخر من السودان وآخر من الصين وآخر يعني أمور ومن من كل بقاع الأرض. دول العالم، كل دول العالم نهتم بهم اهتماما كبيرا. كل طالب منهم يأتي هناك ظاهرة اسمها ظاهرة الاغتراب، يعني بيبعد عن أهله فترة كبيرة وغيره. نحن نحاول أن نكسر هذه الظاهرة ونتعامل معها عن طريق أخصائيين اجتماعيين متخصصين في كل عمارة من العمارات، عن طريق الرحلات التي تجدد نشاطهم وترفع من ثقافتهم حول الدولة المصرية. كل هذه الأمور يعني بنسعى فيها بجد واجتهاد وتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الذي يعني يطلقون عليه أبو الوافدين، فهو يعني له من الفضل الكثير على هؤلاء الطلاب، والفضل الأكبر هو لله سبحانه وتعالى علينا جميعا. نحب نتعرف كمان على شهر رمضان وكيف يقام شهر رمضان هنا في مدينة البعوث، وهل هناك يعني شكل خاص للاحتفال بهذا الشهر الكريم يعني مع كل هؤلاء الوافدين إلى أرض مصر؟ والله هو شهر رمضان بالنسبة لنا زي شهر رمضان في أي مكان في مصر. يعني كل الأماكن اللي موجودة المفروض إنها قبل بداية رمضان بنزينها بالزينة، جايبين عدد من الفوانيس يعني غير مسبوق أن يحضر هذه المدينة، يعني حوالي 20 أو 30 فانوس يعني بيحيطين بالأماكن وأنوار وزينة. مسجد المدينة به دروس وصلاة التراويح وكل الأمور الخاصة بالعبادات التي يتم يعني تسهيلها للطلاب ليقوموا بهذا العمل وهذه العبادة على خير يعني إن شاء الله. وكمان احنا بنتبادل معهم الزيارات، بنغير لهم الوجبات في شهر رمضان، بنضيف لهم وجبات اخرى زي المصريين الكنافه والحاجات الجميله دي. ما شاء الله. يعني بصراحه احنا معتبرينهم اولادنا يعني من النسب يعني. ومن غانا بيسعدنا يكون معانا عبد الحكيم. عبد الحكيم، مرحبا بك في القاهرة. مرحبا بك. الحمد لله. حدثني، أنت تدرس في الأزهر الشريف. صحيح، أنا طالب بالأزهر الشريف إن شاء الله. ماذا تدرس؟ أنا أدرس أنا في معهد إن شاء الله. ما هي العلوم التي تدرسها؟ أيوة، ندرس فقه والوصول وبس سائر مواد الشريعة إن شاء الله. إن شاء الله. وماذا تحلم في المستقبل؟ إن شاء الله أتمنى في المستقبل أن أكون يعني إماما ومرشدا ويعني ومعلما إن شاء الله. إن شاء الله تحقق كل ما تتمنى. أريد أن أعرف عن وجودك في مصر. كيف تجد مصر؟ ما هي الأماكن التي زرتها؟ وكيف تجد الشعب المصري في التعامل مع أهل غانا؟ الحمد لله، وجدت شعب مصر والله يعني أجمل من نوعها، لأن أهل مصر يرحبون بالوافدين، وكذلك يعني يؤتون كل الرعاية والمحبة، يظهرون محبتهم للوافدين. وكذلك أهل مصر أهل الفكاهة، يعني معروفون بالمزاح وما أشبه ذلك، يجعلهم أحسن الناس يعني إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. زرت بعض أماكن نحو قصر محمد باشا، وكذلك محمد علي باشا، وكذلك أهرامات، ويعني هكذا يعني. كيف وجدت، ما هو الفرق بين الحياة في غانا والحياة في مصر؟ أيوة. في رأيك؟ يعني لا يتساويان، لأن مثلا حياة مصر يعني متطور شوية من غانا، وكذلك من ناحية التطبيق القيم الإسلامية وكذا الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي بعيدا الوسطي طبعا. أيوة، بعيدا عن التطرف والتشدد. لكن في غانا مما نعاني منها، نعاني من التطرف والتشدد الديني والفكر في فكر الإسلامي. أيوة.
كيف وجدت رمضان في مصر يا عبد الحكيم؟ الحمد لله، يعني كما يقول المصريون آه، رمضان كريم. يعني رمضان في مصر يعني حاجة تانية. رمضان في مصر حاجة تانية طبعا، الأنوار في كل مكان والفانوس فانوس رمضان والأطعمة الرمضانية الجميلة. حدثني عن الأطعمة التي أحببتها في مصر. أولا أحببت كشري وملوخية. أيوة، يعني أحببت وأفضل هذه الاثنين على سائر الأطعمة المصرية يعني. تحدثني عن الأطعمة الخاصة بأهل غانا. هل هناك أطعمة مشابهة للأطعمة المصرية ولا أم هناك أطعمة مختلفة تماما؟ أيوة، ما رأيته متشابه هي أرز بس. لكن ما بقي وراء ذلك يعني يوجد فرق شاسع بينهما. كيف تحتفلون بشهر رمضان في غانا؟ أيوة، يعني شهر رمضان في غانا يعني عند الاستقبال نستقبله كالضيف الكريم الذي يأتينا واحد في كل يعني يأتينا مرة في كل سنة. فلذلك يعني يعني نعد عدا لرمضان. فكذلك إذا دخل رمضان يعني نعيش أجواء الإيمانية يعني أجواء جميلة كذلك يعني. من الصيام والتراويح والصلاة. صحيح، نسعى يعني إلى تحقيق يعني ما يريد في رمضان، يعني المراد في رمضان ألا وهي التقوى وتحصيل الصواب وكذا كذا. فالحمد لله يا هل رمضان. وجدت ذلك في مصر أيضا؟ أيوة، كذلك في مصر، وحتى المصر يعني أقول تفوق المصر على غانا من حيث الأجواء، لأن مثلا في جامع الأزهر يوجد يعني في التراويح الأئمة يعني يقرؤون القرآن بأصوات جميلة، وكذلك القراءات، وهذه نادرة في غانا. نجد يعني الذين يقرؤون القرآن بكل تجويده، لكن القراءات في غانا أقل شيء ونادر جدا. لكن في مصر نتمتع بال قراءات مختلفة من أئمة مختلفة بأصوات مختلفة، فهذه كلها تزيد المحبة والتشوق إلى يعني الصلاة خلفهم يعني. كل عام وأنت بخير، وأتمنى لك السعادة وتحقيق كل الأماني، ورمضان كريم عليك وعلى الأهل في غانا جميعا. بشكرك جدا على هذا اللقاء. جزاك الله خير، وفقكم الله، وتشرفت جدا، ويشرفني أن أقف بين أيديكم وألقي شان، وكذلك عندي رسالة. أنت تلقي الشعر؟ لا ليس شيء، قلت أن ألقي شيئا. أن تلقي شيئا. حدثني عن مواهبك. هل لديك بعض المواهب سواء في الشعر أو في الغناء أو ايوه، عندي بعض مواهب، مثلا يعني آه، آه، ال- الإلقاء، في فن الإلقاء، وكذلك دعنا نسمع شيئا. إن شاء الله مرة جاي إن شاء الله. شيء صغير. بس يعني ماذا أقول؟ أي بيت تحب أن تلقيه، أي شيء تحفظه. أيوة، يعني أقول ما يقوله ما قاله الشاعر، قال: علمتني الحياة أن أتلقى كل أنوانها رضا وقبولا، ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا، والذي ألهم الرضا لا تراه أبد الدهر حاسدا أو عزولا، إلى آخره. الله، بشكرك جدا عبد الحكيم، ورمضان كريم. ضيوف رمضان في القاهرة اليوم ومن جمهورية تشاد، بيسعدنا يكون معنا خالد وسليمان، وهم يدرسون بالأزهر الشريف. مرحبا بكم من خلال برنامجنا. اهلا وسهلا ومرحبا. في البداية نتعرف عليكم أكثر، ماذا تدرس يا خالد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. انا في جامعة الازهر الشريف في كلية التربية. التربية. وأنت يا سليمان؟ مرحبا، السلام عليكم. سليمان عثمان حسين، أدرس في كلية الطب البشري في جامعة الأزهر. ما شاء الله. ماذا تريد أن تحقق في المستقبل؟ أو أي جزء من الطب سوف تعمل في المستقبل؟ إن شاء الله إن وفقني الله تعالى أريد أن أكون طبيبا في مجال المخ والأعصاب، وأكون سفيرا إن شاء الله للأزهر الشريف، وأكبر سفير للإسلام إن شاء الله على مختلف البلدان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله تحقق كل ما تتمنى. ماذا عنك يا خالد؟ انا اريد ان اكون معلما باهرا
أخذ العلم من هنا وأذهب إلى بلدي وأربي أجيالا جيلا بعد جيل حتى تكون الوطن مليئة بالعلم إن شاء الله. حدثني عن الدراسة في الأزهر، كيف وجدتها وكيف وجدت مصر وشعب مصر عموما؟ والله الحمد لله شعب مصر شعب طيب الحمد لله. جينا إلى مصر هنا والحمد لله الأزهر يعني لم تترك لنا شاردة ولا واردة، يعني الحمد لله يعني كل الأجواء العلم أو المناخ الطبيعي للعلم كان جميل جدا، والحمد لله يعني في أول سنة دخلنا إلى الجامعة والحمد لله الجامعة استقبلتنا استقبال جميل جدا، والحمد لله الامتحانات الفترة الأولى يعني امتحانات مرت على سلامة، والله يعني أشكرهم جزيل الشكر والتقدير، لم يقصروا من صغيرة ولا كبيرة بل إنما وفروا لنا كل شيء الحمد لله. ماذا عنك يا سليمان؟ الحمد لله يعني الأزهر الشريف أو أقول لك يعني الجامعة قدمت لنا حاجات كثيرة جدا 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 لا تحصى ولا تعد. أولا نرجع الفضل للأزهر الشريف، يعني أخذنا من بلادنا وأتى بنا إلى هنا لندرس ونتعلم لأنفسنا أولا، ثم بعد ذلك ننفع الوطن وننفع المسلمين عموما. فهذه مثل هذه الأشياء يعني لا تجدها في كثير من الدول، الأزهر الذي يقدمه للوافدين. أما بالنسبة للجامعة فالجامعة جزيل الشكر والتقدير تعلمنا ونعيش يعني مع الإخوة المصريين من مختلف الجنسيات كأبناء وطن واحد، نعيش يعني سويا، ندرس سويا، ندخل المشرحة، نطلع ندخل المحاضرات سويا. والمعلمون يعني المعلمين في الجامعة الدكاترة يعني يعطوننا كل ما يملكون من معلومات وكتب، وندرس ونجتهد وندخل الامتحانات والحمد لله بعد فترة نستطيع أن نستطيع. معنى ذلك أنك سعيد بوجودك في مصر، ولكن حدثني لماذا اخترت مصر للدراسة؟ بالنسبة لي يعني كسليمان مصر يعني أعتبرها الواجهة الأساسية للعلم، سواء العلم الإسلامي والعلم الأكاديمي. يعني مصر أعتبرها كقدوة لي في هذا المجال يعني، وأنا كنت في بلادي أسمع عن مصر، أقرأ عن مصر في تاريخنا أيضا في المدارس، ندرس تاريخ مصر أيضا، نعرف عن الفراعنة ونعرف شيء كثير جدا عن تاريخ مصر. لذلك الذي ندرسه شوقنا أكثر لنأتي وندرس في هذه البلدة باعتبارها الواجهة الأساسية اليوم للمسلمين في العالم أجمع، يعني فيها الأزهر الشريف وفيها كل أنواع الخيرات موجودة هنا، لذلك اخترنا هنا. بالنسبة لاختياري الدراسة في الأزهر الشريف، فالأزهر الشريف يعني هي بلد العلم ومعروفة لا تعرف، فاختياري لهذه البلد هو يعني ربنا سبحانه وتعالى من لي بهذه الفرصة، وأن أتاحت لي هذه الفرصة جئت إلى مصر الحمد لله. يعني كان يعني كان هذا الاختيار من ربنا سبحانه وتعالى، والحمد لله يعني جئت هنا ووصلت الحمد لله. إن شاء الله. حدثني عن العادات والتقاليد وخاصة في شهر رمضان، كل عام وأنتم بخير. كيف وجدتم مصر في رمضان وكيف وجدتم الشعب المصري والأكلات في مصر وطرق الاحتفال بهذا الشهر الكريم في مصر؟ هذا أنني لم أحضر يعني ولا رمضان في يوم في مصر، لأن لكنك الآن في شهر رمضان، فحدثني هل شهر رمضان بالنسبة كيف تحتفلون في رمضان في جمهورية تشاد؟ الحمد لله سبحانه وتعالى، يعني شعبنا يستقبل شهر رمضان بكل أريحية وبكل يعني بكل استقبال لهذا الشهر الكريم، فشعبنا يستعد استعدادا كاملا لاستقبال هذا الشهر المبارك، لأن فيه شهر خير ونعمة وبركة. وشعبنا الكريم يعني فيه يعني قبل دخول رمضان فيه التسامح، يقدمون كل شيء لهذا الجيل، يعني وعظ وإرشاد وهكذا. يعني الإنسان عندما يكون في الماضي هو يستعد أن يستقبل هذا الشهر بقوة وشجاعة وحماس، وكل من كان فيه شيء في قلبه فهو يسامح قبل دخول رمضان، لأن هذا هو شهر وحيد في السنة. أيوة. هل هناك أطعمة معينة خاصة بشهر رمضان في تشاد؟ نعم كثير جدا. حدثني عنه. فنحن الحمد لله يعني عندما ندخل إلى شهر رمضان فهناك أكل متنوع في شهر رمضان، مثل الشوربة والمديدة والقمح والأرز، وكذلك يعني العصيدة، ونتناول الشاهي بعد الفطور مباشرة،
واللبن وكل حاجات ما شاء الله الحمد لله متوفر. ومن الهند جاء محمد عاصف علي للدراسة في مصر، مرحبا بكم. شكرا جزيلا. ماذا تدرس في مصر؟ الآن أنا أدرس في دراسة خاصة، أصلا أكملت التنسيق في كلية لغة عربية. ما شاء الله. لماذا اخترت اللغة العربية ولماذا اخترت الدراسة في مصر؟ لأن اللغة العربية هي لغة الأم، ولا شك فيه يعني أصلا الله سبحانه وتعالى أنزل الله القرآن باللغة العربية، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم هي العربية، ومواد الدينية أصلية هي في اللغة العربية. لما لا أختار هذه اللغة؟ ما شاء الله. محبوبة جدا. ماذا وجدت في اللغة العربية؟ الحمد لله فيه تبحر، فيه حياة، ولا شك فيه حلاوة جدا، وهذه محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدليل الأقوى أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم في هذه اللغة، وأرسل رسوله الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بلسان عربي مبين. ماذا تحلم أن تحقق في المستقبل؟ إن شاء الله أنا أكون خادم لهذه اللغة، وخاصة للوسطية والاعتدال الذي هي صيت الأزهر الشريف. إن شاء الله أنشر في بلدنا كذلك. ما شاء الله، إن شاء الله تحقق كل أحلامك. حدثني عن وجودك في مصر، وكيف وجدت مصر، وكيف وجدت أهل مصر. الحمد لله. أصلا أنا كنت في الهند، وكنت أظن وأتفكر يا ليتني أكون في الأزهر الشريف وأدرس هناك، لأن الأزهر الشريف هذا أرسل 3 أساتذة الأزهري من أزهر الشريف، وهم الدكتور شعبان جابر شعبان، وعبد الحميد الشاذلي، وكذلك دكتور أبو نعمة التهامي. كل هذه الدكاترة هم ذهبوا إلى جامعتنا في ولاية بيهار، جامعة الرحمانية في مدينة منجير، وهم علمونا ودرسونا بأسلوب جيد. هم علمونا التفسير، هم علمونا البلاغة، هم علمونا اللغة العربية، هم علمونا النحو والصرف، كل هذه الأشياء والفقه الحمد لله بأسلوب جيد. واشتقنا كثيرا أن أحضر في مدينة العلم الأزهر الشريف، وعندما وصلنا هنا قبل 3 أشهر والله رأينا على بوابتي هنا يعني ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والله حقا أنا وجدت هذا المكان مثل هذا، وطيب جدا، الناس هم طيبون، والأساتذة هم ماهرون جدا، وهم معاونون للطلاب، وكذلك الموظفون المدينة كل هؤلاء طيبون جدا، لا شك في هذا. ما شاء الله. حدثني يا محمد عن العادات والتقاليد في الهند في شهر رمضان الكريم. الحمد لله العادات والتقاليد في الهند كذلك كانت طيبا جدا، والناس هم يعني هم يذاكرون القرآن كثيرا ويتلون القرآن، وكذلك يصومون، وكذلك المساجد الهند يكون مليئة جدا ومنورة جدا، وكذلك يعني الشوارع كذلك، خاصة شوارع أيضا هم يكونون منور جدا بسبب مجيء شهر رمضان. هل هناك يعني أشياء خاصة بشهر رمضان أو طقوس خاصة بشهر رمضان تقوم بها؟ نعم هناك خاصة الإفطار والسحور. الناس هم يعني في الإفطار هم يتناولون كما يقال باللغة الأردية بكولا، وكذلك تشولا، يعني كل هذه مقلي. تشولا يكون الرز المدقوق، وهذا يكون مقليا، وكذلك حمص مشوي مع البحارات، كل هذه مع الفواكه والتمر كذلك. يعني أصلا ها هنا كما رأينا الناس هم يتناولون في الإفطار بسيط جدا، إما يكون التمر والماء، وكذلك وبعد ذلك فورا العشاء، بعد الإفطار فورا العشاء. ولكن في الهند الناس هم يتناولون في الإفطار شوية حمص المقلي ومشوي ومبلل كذلك، وكذلك الرز المدقوق المقلي، وكذلك يعني بكولا، هذه باللغة الأردية بكولا، وكذلك مع الفواكه. وبعد ذلك هم يصلون المغرب،
وبعد صلاة المغرب هم يستريحون شوية، وكذلك هم يصلون العشاء وصلاة التراويح يعني قيام الليل، وبعد ذلك هم يأتون ويتناولون العشاء، ثم هم كذلك يعدون السحور. وفي السحور عامة هناك يكون عيش أو يكون يعني الأرز مع اللبن. أنا لا أعرف ماذا يقال باللغة العربية ها هنا هو الرز واللبن. دعنا نتحدث قليلا عن كيف وجدت مصر وكيف وجدت الاستعداد لرمضان في مصر والصيام في مصر عموما. الحمد لله، كما أنظر ها هنا حماسة جدا لاستقبال شهر رمضان. المساجد يزين، وكذلك أماكن والشوارع كذلك كل شيء يزين لاستقبال شهر رمضان، والناس هم يرى أنهم مستعدون جدا للعبادة في رمضان، وكذلك قبل رمضان هم يصومون كثيرا، وكذلك هم يتلون التلاوة وهم يتلون القرآن كثيرا، وكذلك مساجد أيضا فيه نور جدا ويرى هذه الأشياء. نعم، رمضان يأتي وإن شاء الله نحن نستعد أنفسنا لشهر رمضان ولاستقبالها ولعبادة فيها. شهر رمضان هو شهر كريم علينا جميعا، ونجد الكثير من العادات والتقاليد الرائعة في مصر، مثل مساجد يعني صلوات التراويح في المساجد وصلاة المغرب، نجد موائد الرحمن في كل مكان، نجد الشباب ينتظرون من يمرون بسياراتهم وقت الإفطار، حتى إذا جاء وقت الإفطار يقدمون لك التمر والمياه لتفطر لو كنت في الطريق. فكيف تجد كل هذه العادات والتقاليد المصرية؟ إن شاء الله سأرى كل هذه الأشياء. هذه أول مرة، لأن هذا الرمضان لي أول رمضان في مصر. أنا وصلتها هنا فقط قبل 3 أشهر. إن شاء الله سأرى كل شيء. إن شاء الله تستمتع برمضان في مصر، ولكن هل أنت سعيد بوجودك في مصر في هذا التوقيت؟ بالطبع بالطبع، لما لا؟ هذه مدينة قيمة جدا، وهذا البلد والله آمن جدا، وها هنا حماسة جدا للعبادة ولاستقبال رمضان. إن شاء الله أنا كمان أتمتع بكل هذه الأشياء إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم عليكم وعلى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض. شكرا لك يا محمد جزيلا. خلوني على صدري، خلوني على جمري بصابر سنين، منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود العاشقين. منك يا عسل قاصر رشقة وجلي الخاطر يا قلب الحزين، منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود العاشقين. خلوني على صبري، خلوني على جبري بصابر سنين، منك يا عسل دوعان، منك يا عسل دوعان قود العاشقين. منك يا عسل